إلى هنا انتهت رحلة سلسلة عاش في سلطنة عمان. السلام عليكم عزيزي المشاهد، صباح الخير. معكم عبد الرحمن، وكالعادة فيديو جديد من سلسلتنا عاش. السلسلة بنحاول ان احنا نكتسب فيها عادة كويسة ونخليها جزء من يومنا ومن اللايف ستايل بتاعنا. ويعني للأسف دي هتكون الحلقة الأخيرة من السلسلة. الساعة دلوقتي 7:30 الصبح، ففرصة أوريكم إبرة والمكان اللي أنا عايش فيه، وهو فاضي نوعا ما مفهوش ناس كتير، لأنه أنا في الشارع لما نزلت من نص ساعة كده بالظبط كان هدوء رهيب. بس عايزين المشاهد، فمن غير كلام كتير يلا بينا يعني نتمرن تمرينة تستحق نهاية سلسلة جميلة زي دي. من غير كلام كتير يلا بينا إلى الجيم. Let's go. الله على الجو عزيزي المشاهد، جولة صباحية. حاسس ان هو مايل على الفلوج اكتر من كونه يعني سلسلة من عاش، بس مش مشكلة. الناس رايحة خلاص دوامتها اهو، الدنيا لسه صبح، الدنيا رايقة وهادية قوي. اوريكم لفة سريعة على الاماكن اللي هنا، في شاكرك في كل حتة طبعا. ده اهو كرك ابو احمد، بس هدوء تام. دي البناية اللي الناس كان فيها، هدوء تام. الناحية التانية في كرك برضو اهو، ده المحل اللي بجيب منه. وفي حلوى عمانية هنا اهو، بس كده كفاية. بس صديق كيف الحال؟ بس فده قرية الكرك. هنبقى نرجع نجيب شاي بصراحة، لأن أنا أدمنت شاي الكرك. فبس الدنيا والله صبح وهادية يا ربي، يا سلام والله. يعني الواحد يعني فاتوا كتير بصراحة، بس أنا كنت بحاول أصحى بدري بس مبعرفش أصحى بدري بصراحة. بس والله الواحد فاتوا كتير قوي بإن هو ما يروحش الصبح بدري كده يعني. بس والله ده الطريق اللي أنا كنت بقول عليه المرة اللي فاتت. ده كان سواد ضلمة كله كحل، مش باين منه أي حاجة خالص. هدوء تام كده، تحس ان الدنيا بخير والله. بس يعني جولة صباحية سريعة كده، لان ما رحناش قبل كده في توقيت بدري قوي كده. اتمنى الحق الكوتش بتاعي حتى لو في اخر اليوم. الكوتش اللي كان بيتابع معايا بقاله تقريبا 10 ايام اهو، فاهم، تعودنا على بعض شوية، بقيت بفهمه. هو صبور جدا بصراحة، خلقه يعني بص باله طويل قوي قوي. بسأله على التمرينة وبسأله في تفاصيل غبية لو انت كوتش، بس فعلا يعني كانت بتفرق معايا، لان الحركة فعلا تفرق. يعني ايد واسعة ولا ضيقة، اتجاه الايد ازاي، تشد ازاي كده، كل ده يفرق. بس حياة المستهلك اهي، العالم بيرفرف بهدوء قدامي اهو. في عربية، يا رب يعني يا رب يبقى شايفني الحمد لله بيركن. بس
العالم اهو في مشهد دراماتيكي. استنى بس انا اشتاق، بس خلاص قربنا على الجيم، يلا بينا. قلت بس كده جولة سريعة لان المكان ده كله بعد ساعة بالظبط هتلاقيه مليان بقى. المطاعم هتلاقيها شغالة كلها، المقاهي الناس بقت تتحرك اكتر، اللي رايح دوامه واللي رايح شغله واللي رايح يقضي فاهم مشوار يقضي اي حاجة. بس يا الله سنشتاق والله، سنشتاق يا عمان، سنشتاق. بس اسف لو وشي مبوظ الدنيا، بس يا مش عايز والله ما عايز الموضوع يبقى دراما، بس فعلا سنشتاق بس. وبمعنويات عالية بدأت على المشاية زي كل مرة. رقم جديد، كيلو تسخين، خش في الجد بقى. وفعلا كان هو الجد بعينه، عشان هنتمرن النهاردة كتف. وبدأت أول حاجة بالرفرفة الجانبي زي ما متفقين من البداية، جبت أخف وزن. بعد كده بقى جه وقت البار. كل تمرين بيشتغل على جزء معين من عضلة الكتف عشان ما نزهقش يعني. جه وقت الأجهزة، وأكتر جهاز بخاف منه أصلا وهو الشولدر بريس. قعدت أدور على أخف طارات لحد ما لقيت ال2.5 اللي قد القرص دي، وقلت مش مشكلة أنا بخفف عشان ألعب صح. خدت نفسي وقعدت. وضعية رجلي كانت غلط، نبهني عليها الكابتن فعدلتها وحاولت أخلص العدات المطلوبة. نرجع بقى للدمبلز تاني، بس المرة دي على الدكة، وجبت أخف وزن برضو عشان التمرين ده اللي بيستهدف الجزء الأمامي من الكتف. بعد كده قلت خلاص بقى دي آخر مجموعة ولازم نعلي الأوزان، فقلت خلاص يلا نلعب بال5 كيلو ويبقى كده حلو قوي. وصلنا لآخر تمرين، نشرب مية بس الأول عشان مهمة. نظبط الوزن برضو على حاجة خفيفة، وده تمرين بيشتغل على الكتف الخلفي وعضلات الظهر بحاجة بسيطة كده. الأوزان بدأت تزيد لحد ما وصلنا لآخر مجموعة، ويبقى احنا كده خلصنا. وعشان رحت بدري فالجيم كان فاضي تماما. تقيل 5 تمارين خلصنا. التريدميل بقى ايه قبل ما يبقى نصحى نص ساعة بس ولا ربع. يلا بينا. وعشان دي هتكون اخر مرة لينا في الجيم، فكنت بحاول ان انا اجيب اخري واعمل رقم ما عملتوش قبل كده على المشاية.
فبدأت عادي بسرعة قليلة، وبدأت أزودها بشكل تدريجي لحد ما وصلت للأرقام دي. وبس كده خلاص، دي هتكون آخر حاجة حققناها، ودي إزازة المية عشان أأكد لك إن المية مهمة في التمرين. خلاص. So you are going. Finish. You can take our that frame. I took it a lot. A lot? Yes. I will send you my Instagram or something and you will see the videos if you want. Okay, no problem. Okay. عشان ما يزعلش. بس الزحمة بدأت بقى، فاهم؟ والحياة بدأت أشكالها، يعني أشكال الحياة بدأت تظهر. الطريق بدأ يزحم شوية ما انت شايف، بس خلاص أظن يعني الناس خلاص كلها راحت دوامتها، فعشان كده هو فاهم متوسط الهدوء كده. كم سنشتاق، كم سنشتاق يا عمان، كم سنشتاق يا إبرة. سمايل. اوكي شكرا، بس خلاص. عودنا عزيزي المشاهد من الجيم. سبحان الله، وانا يعني انا مروح وخلاص، يعني لقيت الكوتش بتاع الجيم اللي كان بيمرني كتف النهارده لقيته قاعد معايا في المقهى، يعني اسمه قرية الكرك، تخيل كرك فيليج. المهم قعدنا ندردش كده ونتكلم سوا، يعني راجل ظريف جدا، يعني اتكلمنا في كل حاجه وما سالتوش عن اسمه، يعني سبحان الله. بس يعني كان راجل جميل والله. خد اليوزر بتاع الانستجرام، ان شاء الله ابقى اعمل له فولو باك. فبس انتهت رحله سلسله عاش في سلطنه عمان. كانت بدايه جميله، بدايه قويه. اجمل ما فيها ان هي كانت في سلطنه عمان. جيم هادي، مدربين جامدين جدا، ناس هاديه. الناس عامه في الجيم كلها فاهم، كل واحد في حاله، فعلا كل واحد في حاله. يعني يمكن السلسله دي والفكره دي عامه كلها كده فاهم، جت كده ارتجال، بدايه بالاسم وفكره التصوير. اصلا ان انا اصور في الجيم دي ما كانتش فكره في بالي. هو انا عرفت مواعيد الجيم، رحت اول يوم كان معاك كاميرا حاطها في الشنطه، متوتر جدا. كان معايا الستاند، طلعت الكاميرا لقيت محدش مهتم، محدش اصلا شاغل باله باي حاجه. باين الليفل بتاع الكاميرا تحت، فانا ما بصورش حد بعينه. والدنيا مشيت بقى من هنا. المدربين الاتنين اول ما شافوا الكاميرا الاتنين عارفين ان انا بصور فلوجات، والاتنين بيسألوني انت بتشهرها فين، ولا عندك تشانل مثلا، ولا بتنزلها على الانستجرام ريلز، وقاعدين بيفهموا مني وبنهزر وبنضحك سوا كلنا. حتى الناس اللي في الجيم بتهزر، اللي يقولك هات خدني صورة، اللي يقولك صورني التمرين الجاي. ناس كلها عسولة، ناس كده فرفشة، واقسم بالله كان فايبس حلوه كده في المكان. والله العظيم حبيب الواحد في الجيم ان هو يروح. يعني الواحد كان مقلق في الاول، بس اكتشفت ان القلق اللي كان في البدايه ده كان قلق بسبب جهل، ان انا معرفش معظم الاجهزه دي ايه. خايف اغلط مثلا، خايف اعمل حاجه غلط والناس موجوده مثلا، حد يبص لي بصه، حد يضحك بتاع. بس كل ده ما كانش مهم، لان مفيش حد فعلا مهتم. اغلط هتلاقي ناس بتصحح لك، وانت بتلعب هتلاقي حد مثلا معدي بيقولك عاش، بيقولك كويس كمل، ممكن يكون بيعد معاك كمان، ينزل معاك في نفس الجهاز. ف الاجواء كانت حلوه، الجو فعلا كان حلو قوي، كان جيم رايق قوي. تكييفات كده في كل حته كده، تريد ميل رهيب، اجهزه حلوه، دنيا هدوء كده. بس يعني اتبسطت ان انا صورت السلسله دي بصراحه، واتمنى ان انت كمان تكون انبسطت. هو ممكن الفيديو ده يكون طويل شويه، بس ده الفيديو الاخير، فيعني معلش سيبني اخد راحتي شويه. صالح صديقي كان من اسباب ان انا اكمل في الجيم برضو، سبحان الله صدفه جمعتنا، شفته واتكلمنا كتير قوي، سواء في الجيم او حتى على الانستجرام. اتبسطت جدا ان صالح كان معايا. شكرا جدا يا صالح، لان انت ساعدتني في البدايات، كنت لسه متوتر وكده. ساعدني كتير في التمارين، ساعدني كتير كنصايح، كنا بندردش سوا في حاجات كتير ليها علاقة بالجيم والتمرين، فشكرا ليك.
كل الحب. وبس كده عزيزي المشاهد، حاسس ان انا طولت عليك جدا. اتمنى لك يوم سعيد، اتمنى لك دوام الصحة والسعادة. واخيرا السلسلة هنا كان غرضها الوحيد هو توثيق رحلة اكتساب عادة كويسة. بوثق لك انا بعمل ايه، الغلطات اللي انا عملتها قلتها، التمارين بتمرن ازاي. ممكن اكون جبت سيرة نظام الاكل من الوقت للتاني. دي مش سلسلة تعليمية، انا ما بعلمكش تلعب على الاجهزة ازاي. ممكن انا اكون بلعب غلط، ممكن تمارين كتير اوي تكون قلشت مني، عادي طبيعي. رغم ان الكوتش بيبقى موجود في كل حتة في الجيم، بيلف على كل الناس، شايف كل حاجة انا بعملها. ولكن وارد طبعا ان انا اكون غلطت في حاجة، مثلا مرنت تمرين غلط او حاجة. فمش ده الهدف من السلسلة. الهدف من السلسلة ان انا اوريك ان انت تقدر بسهولة ان انت تكتسب عادة كويسة وتحطها في اللايف ستايل بتاعك وتفضل مكمل بيها. هو ده الهدف من سلسلة عاش جيم اديشن. فبس كده عزيزي المشاهد، اتمنى لك دوام الصحة والسعادة. وكان معاكم عبد الرحمن من سلطنة عمان، وبالتحديد من إبرة. وبس كده عزيزي المشاهد، انتهت الرحلة هنا في سلطنة عمان، ونستكملها إن شاء الله في مصر. بس كده كان معكم عبد الرحمن كالعادة، وسلام. مع السلامة عزيزي المشاهد، يلا بينا نلم حاجتنا.